العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. تنظيم حفل موسيقي لأفراد قوات الدفاع بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال 33. اختتام المنافسات الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط. تخريج شباب مدربين مهنيا في مديرية زفرات بالإقليم الأوسط. البنتاغون يقرر سحب جميع العسكريين الأمريكيين من النيجر. كوريا الشمالية تعتزم نشر راجمات صواريخ جديدة خلال 2024. وعاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتلون السماء بأضواء قطبية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم عصر يوم أمس السبت 11 من مايو في ساحة الفاتح من سبتمبر بالعاصمة أسمر حفل موسيقي لأفراد قوات الدفاع الإريترية، وذلك بمناسبة الذكرى 33 لاحتفالات البلاد بعيد الاستقلال. وتضمن العرض الذي قدمته الفرقة الفنية لقوات الدفاع الإريترية لمدة 3 ساعات تحت شعار ضمان السلام بالتصدي، تضمن الأغاني والدراما والرقص. وقال بعض المشاهدين الذين أدلوا بآرائهم وتعليقاتهم لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا إن الحفل هذا العام أعطى رونقا خاصا لاحتفالات عيد الاستقلال. الجدير بالذكر، أقيمت عروض ثقافية مماثلة كجزء من أنشطة أعياد الاستقلال في 27 من أبريل للأطفال وفي 7 من مايو للطلاب كجزء من برنامج عيد الاستقلال. تضمن العرض الأول الذي شارك فيه الأطفال من مرحلة الروضة وحتى الصف الخامس تضمن كوميديا ترفيهية وحكايات وأغاني ورقصات وعروض للدمم. أما الحفل الثاني فقد تضمن أغاني مصحوبة برقصات وحكاوي طريفة والدراما القصيرة وغيرها للطلاب من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة المتوسطة والكليات. ومن المقرر أن يقام حفل موسيقي مماثل يوم الجمعة المقبل الموافق 17 من مايو لسكان 13 مديرية في العاصمة أسمر. اختتمت اليوم 12 من مايو منافسات مدارس الإقليم الأوسط التي استمرت 8 أشهر في 12 منشطا رياضيا على ملعب أسمر الدولي تحت شعار النهوض الرياضي بالدافع الأكاديمي. وقال رئيس لجنة الأسبوع الرياضي الأستاذ موسى جزهي في الحفل الختامي الذي حضره حاكم الإقليم الأوسط السيد فسح يحيلي ومسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق ومفوض الثقافة والريادة السفير زمد تخلم، قال إن الأسبوع كان مليئا بالشعور الجياشة حيث استعرض المتنافسون عروضهم ومهاراتهم على المستوى الفردي وكذلك على مستوى الفرق. وذكر رئيس فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر أن المسابقات تقام كل عام بساعة محدودة، مشيرا إلى أنها تحفز الروح الرياضية لدى الطلاب وتختبر إمكانات الطلاب وتفتح الباب أمام الشباب الموهوبين، مناشدا المدارس القيام بأعمال جادة مانحة إياها اهتمام أكبر. وأشار المعلمون إلى أن الأسبوع كان له مساهمة كبيرة في الثقافة والأخلاق خارج نطاق المسابقات الرياضية، معبرين عن إعجابهم بمشاركة الطالبات بسعة كبيرة هذا العام. وقد شارك هذا العام حوالي 13600 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة في 876 فريقا. وتم تسليم الجوائز للمدارس الفائزة في الحفل الختامي الذي حافل بفقرات فنية وثقافية. تخرج في 11 من مايو 170 شابا حصلوا على تدريب مهني في مجالات المنتجة والجرافيكس والإسعافات الأولية وتكنولوجيا الكمبيوتر والعلوم الاجتماعية. وقال السيد تخلويني ميكائيل أحد المنسقين إن الطلاب والمدرسين وأفراد من القوات المسلحة شاركوا في التدريب، مناشدا الدارسين لتطوير المعرفة المكتسبة بجهود ذاتية ويكونون قدوة حسنة في مسار التقدم. وقال رئيس فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلم إن التدريب المقدم في إطار الجهود الجارية لتحقيق رؤية بناء الشاب كفؤ بكل المناحي كان فريدا من نوعه عن الدورات التدريبية السابقة،
داعيا لتعزيز تنسيق كافة الهيئات الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. نظم فريق الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط محاضرة يوم 10 من مايو في قاعة إدارة الإقليم تركزت على المساواة بين الجنسين والقانون. وكان الهدف من المحاضرة التي ألقتها أعضاء مجموعة العاملات المهنيات هو تعميق معرفة المرأة ووعيها بالقانون وكذلك حقوق المرأة وواجباتها. وقد ركزت المحاضرة على معنى وأهمية القانون وسيادة القانون في شؤون الأرض ومنع الختان ومسائل الخطوبة والزواج والطلاق ولم شمل الأسرة والأبوة ونفقة الطفل في ضوء القانون المدني والجنائي الإرثري، وكذلك على القوانين الدولية والمساواة الجنسية وغيرها من المواضيع الهامة. وقالت رئيسة الفرع السيدة ألم بلاي إن الجمعية تعمل بشكل جدي على تعزيز تنظيم المرأة بشكل عام والعاملات الشابات بشكل خاص، داعية العضوات لتعزيز مساهمتهن. ومن جانبهن نوهت المشاركات بأهمية المحاضرة وتوقيتها، حثاة على استمرارها في مختلف المستويات. تشهد ضاحيتا فلكت وقلامت في مديرية أفعبت تنفيذ أنشطة فعالة للحفاظ على المياه والتربة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إرينا بأن أعمال النفير الشعبي التي توظف نحو 500 شخص يوميا تشمل بناء المدرجات والحواجز المائية وكذلك بناء الحفائر. وقال المشاركون أن البرنامج هو استمرار لبرنامج تنمية واستقرار البيئة في منطقتهم وزراعة الأشجار، حيث أوشك الحفير الذي يجري بناؤه على الانتهاء. وفي الوقت نفسه يتم تنفيذ أنشطة نفير واسعة النطاق في مديرية حلحل بإقليم عنسبة بهدف مكافحة انجراف التربة وإصلاح طرق النقل التي تضررت بسبب الفيضانات الخريفية. وقال مدير ضاحية ملبسو السيد إبراهيم حامد إن حوالي 700 شخص يشاركون يوميا في العمل الذي يشمل بناء المدرجات وإصلاح الطرق. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قررت وزارة الدفاع الأمريكية سحب كل مجموعة القوات الأمريكية المتضمنة 1000 شخص من النيجر خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقا لما نقلته صحيفة بوليتيكو عن مصادرها. وفي أبريل كانت قد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ مناقشة خطط انسحاب القوات بعد أن قالت سلطات النيجر إنها ستلقي اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب قواتها من هذا البلد. وذكرت الأنباء أنه تم التوصل إلى ذلك نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة وسلطات النيجر الجديدة منذ عام 2023 حول استمرار التعاون الأمني. وبعد ذلك بوقت قصير أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من النيجر. وفي 12 من أبريل كما أفادت وكالة نوفوستي وصل خبراء روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب. أفادت وسائل إعلام كوريا الشمالية بأن كوريا الشمالية تعتزم تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم اعتبارا من العام الجاري، وسط إعلان عن قرب حصول تغيير مهم في القدرات المدفعية لجيش البلاد. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن نظام الإطلاق الجديد سيتم نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة بين 2024 و 2026. وقالت بيونغ يانغ إنها أجرت اختبارات قامت خلالها 8 قذائف صاروخية بإصابة هدف لإثبات الميزة والقوة التدميرية لنظام راجمات الصواريخ المحدث من عيار 240 ملم، وذلك فيما أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون على اختبار بالذخيرة الحية لنظام صاروخي محدث تقنيا.
تضرب الأرض عاصفة شمسية شديدة هي الأولى من نوعها منذ العام 2003، وأنارت بأضوائها القطبية الخلابة سماء العديد من دول العالم من تسامينيا وصولا إلى فرنسا، لكنها أثارت كذلك خشية من تأثيرها المحتمل على الشبكات الإلكترونية وأنظمة الاتصالات. وأعلنت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي أن العاصفة الجيومغناطيسية هي من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، والذي يوصف بأنه شديد. وأشارت الوكالة إلى أن العاصفة ناجمة من وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض، ويتوقع استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات وفق الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت السلطات في كندا تنبيها للإخلاء في فورت ماكمور ألبرتا مع اندلاع حريق خارج عن السيطرة جنوب غرب مدينة النفط الكندية الرئيسية، ما يجعله من بين الإجراءات الأولى قبل موسم حرائق الغابات. وقالت حكومة ألبرتا إن خطر حرائق الغابات شديد في منطقة غابات فورت ماكمور، وخرج عن نطاق السيطرة على مساحة 1000 هكتار. وفي عام 2016 أدى حريق غابات ضخم في فورت ماكمور إلى إجلاء 90,000 ساكن، وأدى إلى توقف إنتاج أكثر من 1,000,000 برميل يوميا من النفط. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، هذا تذكير بأبرز العناوين. تنظيم حفل موسيقي لأفراد قوات الدفاع بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال الثالث والثلاثين. اختتام المنافسات الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط. تخريج شباب مدربين مهنيا في مديرية زطرات بالإقليم الأوسط. البنتاغون يقرر سحب جميع العسكريين الأمريكيين من النيجر. كوريا الشمالية تعتزم نشر راجمات صواريخ جديدة خلال 2024. وعاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتلون السماء بأضواء قطبية. هكذا مشاهدينا في كل مكان وصلنا إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.